كنت تعرف إن زي النهاردة 5 مارس حصل فيه أحداث غيرت شكل القوة في العالم كله؟ من موت الجبابرة لحد اللحظة اللي انقسم فيها الكوكب لنصين؟ تعال أقولك إيه اللي حصل. و5 مارس سنة 1953 رحل يوسف ستالين، الراجل الحديدي اللي حكم الاتحاد السوفيتي بقبضة من نار وموت الملايين. وموته كان اللحظة اللي تنفذ فيها نص كوكب الأرض من تاني وغيرت مسار الحرب الباردة للأبد. و5 مارس سنة 1946 وينستون تشرشل ألقى خطاب الستار الحديدي الشهير اللي أعلن فيه رسمياً بداية الحرب الباردة وانقسام العالم لشرق وغرب. الكلمة دي هي اللي شكلت صراعات القنبلة الذرية اللي عشناها سنين. و5 مارس سنة 1958 كان يوم تاريخي لينا كعرب لما وافق السوريين رسمياً على اختيار جمال عبد الناصر رئيس للجمهورية العربية المتحدة. واللحظة دي كانت قمة حلم الوحدة العربية وأكبر تجربة سياسية في تاريخنا الحديث. و5 مارس سنة 1770 حصلت مذبحة بوسطن لما العساكر الإنجليز فتحوا النار على المدنيين في الشارع، والحدث ده كان الشرارة والوقود اللي خلى الأمريكان يثوروا ويطردوا الإنجليز ويأسسوا أمريكا اللي بنشوفها دلوقتي. و5 مارس سنة 1921 بريطانيا العظمى اضطرت تعترف باستقلال أفغانستان بعد سنين من الحرب والطحن، واللحظة دي كانت كسر العين الإمبراطورية اللي ما كانتش بتغيب عنها الشمس قدام إرادة الشعوب. تفتكروا مين في الشخصيات دي أثره لسه مكمل معانا النهاردة؟ هستنى رأيكم في الكومنتات وعمل فولو عشان زي بكرة. سلام.